السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده القصه بتاعتنا عن عواد باع ارضه. عواد الحقيقي اللي اتظلم من الامير والمفتش بتاع الدايره. اكتر من 70 سنه عدت على ظلم عواد اللي بنتهمه ببيع الارض اللي هي تعتبر العرض، واصبح اسمه وسيرته ثابتين في العقل المصري كمضرب للامثال ان هو الراجل اللي هو باع ارضه، لان ارتباط المصري بارضه في الوقت ده كان بيشبه ارتباط الروح بالجسد. لكن طبعا يعني الكلام ده كان موجود في الاجيال السابقه اكتر. يعني نعرف الحكايه بدات ازاي. سنه 1958 يوم 9 اكتوبر مجله التحرير راحت بلد اسمها كفر نجم عشان تسال عن ايه؟ قصه عواد. عواد الحقيقي رجل بمعنى الكلمة، لانه رفض يتنازل عن ارضه للامير الظالم عن 1946. طبعا سيرة عواد انتشرت في البلاد ان هو بطل شعبي، والناس كلها بقت ايه؟ تضرب به الامثال انه متمسك بارضه وواقف ضد ايه؟ الامير الظالم ومفتش الدايرة. وطبعا مفتش الدايرة ده ازاي ان عواد الفلاح البسيط ده يقف قدامه؟ ازاي ان هم عايز يفضل متمسك بارضه وهو الامير طبعا عايز ايه؟ ينهبها. فطبعا عواد بقى رمز للبطولة قدام العدد كبير من الفلاحين البسطاء اللي هم اصلا مش هيقدروا يقفوا في وش مين؟ الامير. فلما لقوا عواد واقف ومتمسك بارضه بقى هو بالنسبة لهم ايه؟ بطل شعبي، وسيرته بقى تتردد في البلاد، في بلده والبلاد المجاورة، زي سيرة محمد زهران اللي كان بطل حادثة دنشواي. فالكبار بقى اللي هم الامير والمفتش وغيرهم بقوا يستغربوا ازاي عواد واقف قدامهم، فما كانش منهم غير ان هم يدبروا له مكيدة والشرطة تقبض عليه عشان يعتقلوه في معتقل الطور، وفي غيابه ياخدوا ايه؟ ارض وينهبوها واستولوا عليها. لما خرج عواد من المعتقل ما سكتش على ضياع حقه وارضه، لا ده صمم ان هو يكمل مشوار، وفعلا اشتكى ورفع قضية في محكمة عشان ضد الامير والمفتش عشان يرجع ارضه تاني. فطبعا الكبار خافوا ان القضية دي تقع في ايد ايه؟ قاضي عادل ويرجع الارض لعواد. فعملوا ايه بقى؟ قتلوا عواد والقضية لسه في بدايتها كده، ويا ريتهم استكفوا بقتله بس، لا ده كمان شوهوا صورته. الراجل الشريف الحر العنيد اللي رفض بيع ارضه ده هو شوهوا صورته. الظالمين قتلوه، وبعد ما قتلوه عملوا الاشاعه اللي لغايه الان الناس بترددها ان هو باع الارض، لان دي طبعا وصمه عار في حق اي فلاح. قالوا ان هو كان في فرح في البلد ارياف، فرح وفي رقاصه جت في الفرح وهو حبها وباع ارضه ومشي وراها لغايه ما اخذت فلوسه، وبعدين رجع تاني يعيط على ايه؟ على ارضه. ومن وقتها انتشرت الاشاعه بعد موته، انتشرت الاشاعه بالقوه الجبريه طبعا، الامير والاموال بتاعته والرجاله بتوعه والمفتش وكده اذاعوا في البلد والبلاد المجاوره ان عواد باع ايه؟ ارضه. طبعا بقوا يأجروا اللي هم الناس اللي هم معروفين في كل زمان ان هم بيروجوا الاشاعات، والسفهاء دول مشوا في شوارع القريه بتاعته القرى المجاوره يقولوا ايه؟ عواد باع ارضه يا ولاد، شوفوا طوله وعرضه يا ولاد. ولغايه الان الاذاعات والاوبريتات في التلفزيون كله بدأ يغني، وكلنا عارفين الاوبريت الشهير الموجود في الاذاعه عواد باع ارضه. لكن الحقيقة ان عواد ما باعش ارضه ولا حاجة، ده بالعكس بقى عواد مات علشان الارض بتاعته، عشان ما حدش ياخدها، وما كانش لقمة طرية في ايه؟ للامير ولا للمفتش. لكن الموازين اصبحت مقلوبة، اللي دافع عن ارضه قالوا عليه ده هو باع، واللي ظلم بيقولوا عليه ده هو الحاكم. وفعلا التاريخ اعلن عن براءة عواد اللي اتظلم والكلام اللي اتنسب اليه. وطبعا لسه في حاجات كتير قوي هنكشف عنها، لسه ايه؟ بنرددها وما نعرفش الحقيقة بتاعتها. هي دي كانت قصة عواد. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة، ولكم منا ان شاء الله كل جديد. مع السلامة.